هذه هي نولا اوستا للتجمع العائلي، وثيقه جد مهمه للناس اللي بغاو يديروا تجمع عائلي. واش بغيتي تجيب شي فرد من العائله ديالك، اكيد يكون عندك بزاف الاسئله. كيفاش ندير باش نحصل عليها؟ شحال المده باش تخرج؟ فين خاصك تمشي؟ وشكون هما الناس اللي ممكن تجيب؟ الشروط والوثائق المطلوبه؟ وشنو هما المشاكل والصعوبات اللي ممكن تلقاها باش تحصل على هذه الوثيقه؟ هذه الاسئله كامله واكثر انا نهضروا عليها وغادي نجاوبوا عليها في هذا الفيديو. وكما عارفين ديما نهضروا على لي ديتاي ديال لي ديتاي باش تخرج فاهم كل شيء. وهذا الشيء كامل غير بهدف الاستفاده للناس اللي كتلقى صعوبه باش تلقى المعلومه الصحيحه والمبسطه، خاصه باش كتلقى بزاف ديال الفيديوهات في الانترنت اللي تتكون شويه معقده. داك الشيء علاش باش تدعمني كنطلب منك دير اعجاب والاشتراك في القناه، ويمكن لك تسولني على اي حاجه في التعليقات راه تنقراها كامله. والى الناس تفاعلوا مع التعليق فراه اكيد ندير فيديو باش تعمل فائده. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش درتي لي متابعه؟ ايوا شكرا بزاف. اول حاجه نبداو بها، شنو هي النولا اوستا والتجمع العائلي؟ النولا اوستا تتعني اوكان اوبستاكل، يعني بدون عائق، واحد التفويض تعطيه ليك السلطات باللي ما عندك حتى شي مشكل للتجمع العائلي. هذا الموضوع مهم بزاف الناس اللي عايشين في ايطاليا وبغاو يجيبوا عائلتهم باش يعيشوا معاهم. التجمع العائلي هو طريقه قانونيه وامنه باش تجيب افراد عائلتك القريبين لايطاليا، بحال الزوج او الزوجه او الابناء. التجمع العائلي للاسره حق اساسي يعترف به القانون الايطالي، وحتى الناس اللي جاوا من برا ايطاليا عندهم الحق يجيبوا عائلتهم، حيت هذا الاجراء كيساهم في الاستقرار والاجتماع وتيعاون الناس باش يندمجوا في المجتمع الايطالي. اذا عندك بيرميسو دي سوجورنو لاسباب بحال العمل ولا الدراسه ولا عائليه، تقدر تجيب العائله ديالك، ولكن خاص تكون عندك اقامه صالحه على الاقل عام واحد. واذا كنتي لاجئ وعندك حمايه فرعيه في ايطاليا، تيحق لك تطلب تجيب عائلتك مباشره، وما غاديش يطلبوا لك الدخل والاثبات السكن باش انك تدفع الطلب. شكون اللي تقدر تجيب لايطاليا؟ تقدر تطلب تجيب معاك الزوجه او الزوج ديالك الا كان العمر ديالهم فوق 18 عام، الابناء اللي اقل من 18 عام وما مزوجينش بشرط الموافقه ديالهم، الابناء فوق 18 عام اذا كانوا يعتمدوا عليك بسبب ظروف صحيه او اعاقه، الوالدين اذا كان العمر ديالهم اقل من 65 عام وكيعتمدوا عليك وما عندهمش اولاد اخرين كيرعاهم في البلاد ديالهم، الوالدين فوق 65 عام اذا كانوا في بلادهم وما كاين حتى شي واحد كيرعاهم. وشكون اللي ما يمكنلكش تجيب؟ الاخوه والاخوات ديالك كيف ما كانت الاعمار ديالهم، الابناء اللي فوق 18 عام. دابا غادي نهضروا على شنو هي الشروط باش انك دير التجمع العائلي. يكون عندك بيرميسو دي سوجورنو على الاقل عام، الدخل ديالك خاص يكون شهريا على الاقل 534.41 اورو، وسنويا 6947.33. يعني هاد لا شيفر هادي يلا باش انك تدخل الناس اللي من حقهم يجيبوا شي فرد من العائله ديالهم، وكل فرد كتجيبو كتزاد 3473.66 اورو. الا كنتي باغي تجيب مثلا جوج ديال الناس كتزيد 3473.66 اورو، وهي غاليه كما كتشوفوا في هذا الجدول هذا. في الحقيقه هذا الجدول هذا درت ليه لولتيمو اجورنامنتو، يعني اخر تحديث في سنه 2024، وكل عام كيكونوا التحديثات. ولكن باش نقول لكم واحد النسبه وسطيه ولا واحد الفلوس الدخل وسطي ديال شحال تيطلبوا، على الاقل خاص تكون عندك دخل اكثر من 10000 ديال الاورو. بعض المرات تيطلبوا 8000، بعض المرات 9000، ولكن على الاقل تكون عندك 10000 ديال الاورو، راه غادي يمكن لك انك تجيب شي فرد من العائله ديالك. ما يكونوش شي مشاكل عدليه اللي يقدروا يحبسوا الدخول ديال هذا الفرد ديال العائله ديالك. تكون تتوفر على مسكن مقبول وتتوفر على الشروط اللازمه، وانا كنفطر مزيان على هذه الشروط اللازمه. طريقه التقديم، اجراءات التجمع العائلي كتمر من جوج ديال المراحل. المرحله الاولى هي سبورتيلو اونيكو ايميغراسيوني اللي هو مكتب الهجره. الموقع ديال سبورتيلو اونيكو ايميغراسيوني تابع لوزاره الداخليه. الا عندك سبيد تقدر تدخل مباشره، اما الا ما عندكش تقدر تسجل بلا سبيد باستخدام المعلومات الشخصيه. خاصك تكون عارف بلي ان من 1 شتنبر 2020 دخول الموقع كيتطلب سبيد. ملي تتسجل تقدر تقدم طلب الحصول على نولا اوستا اللي كيف ما شرحت في البدايه اللي هي تصريح الخاص اللي كتعطيه لك وزاره الداخليه باش تجيب العائله ديالك. الوثائق اللي خاصك تحطهم الكترونيا كتشمل البرميسو دي سوجورنو، طابع البريدي ديال 16 اورو، جواز السفر ديالك ونسخه من جواز السفر ديال افراد العائله ديالك اللي بغيتي تجيبهم، واحد الشهاده كتثبت العلاقه ديالك العائليه. ملي تجمع هاد الوثائق خاص تطلب موعد في سبورتيلو اونيكو ايميغراسيوني المحافظه الايطاليه القريبه ليك. خاصك تجيب معاك جوج ديال النسخ ديال بيرميسو دي سوجورنو ونسخه من الهويه ديالك والوثائق الاصليه، وشهاده تجمع الحاله العائليه والاقامه اللي كتسمى اناغرافي في البلديه ديالك. ملاحظه، الا كنتي ديما لاجئ وعندك حمايه فرعيه ما كاين حتى حاجه من الوثائق ديال الدخل والسكن. والمرحله الثانيه اللي هي في القنصليه، من بعد ما كتحصل على نولا اوستا خاص افراد العائله كيمشيو للقنصليه الايطاليه في البلاد باش يكملوا الاجراءات، وهذا الشيء كيطلب منهم
النسخه الاصليه ديال النولا اوستا، ولكن مؤخرا النولا اوستا ولاو كيصيفطوها الكترونيا وفي تيكون فيها واحد الرقم تسلسلي اللي تيعني انها اوريجين، يعني ما بقاش ضروري خاصك انك تصيفطها في البوسطه للشخص اللي بغيتي تجيبو من المغرب باش انك تكون عنده النسخه الاوريجين، كتصيفط غير ديك النسخه تصيفط عليه غير في ايميل كتكون انها كافيه، وباش كتوصلوا راه هو كيمشي للسفاره، السفاره من داك الرقم التسلسلي تيعرفوا بلي ان هاد النولا اوستا اللي صيفطتي راه اوريجينال. وثائق تثبت العلاقه العائليه بحال شهاده الزواج او عقد الازدياد. هاد المرحله الثانيه ان شاء الله غادي ندير عليها فيديو وغادي نهضر عليها مزيان وكيما ديما بلي ديتاي ديال لي ديتاي. غير المرحله هذه شويه طويله وانا ما كرهتش نهضر عليها كما كتعرفوني ديما ونعطيها الحق ديالها، وغادي ندير عليها ان شاء الله فيديو واحد اخر. واخر حاجه غادي نهضروا عليها هي شنو انك تقدر دير الى الطلب ديالك ديال النولا اوسط ترفض. فديما ممكن انك دير استئناف وتطلب تفسير علاش دار لك هذا الرفض هذا، ولا تقدر انك دير ديما محامي باش انه يدخل ويبحث باش يشوف واش كاين شي مشكل. من خلال التجربه ديالي الشخصيه انا كنظن الا كنتي كما تيقولوا مطرق داكشي ديال كامل وعرفتي القانون كيفاش كيخدم، عرفتي الوثائق ديالك، درتي الترجمه، درتي جميع لا بروتيدور، يعني درتي جميع دوك الوثائق اللي يطلبوا منك وجبتي كل شيء، داكشي يكون جديد ماشي يكون عندك قديم، يعني كلشي درتيه مزيان وكنتي كتدخل في سبورتيلو اونيكو ايميغراسيون باش انك ديما تحقق واش كاين شي اجورنامنتو كاين شي تحديثات جديد في القانون، حيت كما كتعرفوا في ايطاليا واحد الدوله اللي ديما كيدار فيها تحديث القوانين. هاد القضيه الناس اللي عايشين في ايطاليا عارفينه، ديما كل عام كاين تحديثات جداد. فراه النولا اوسط ديالك غادي تخرج لك وغادي تخرج لك ان شاء الله تقريبا في واحد المده ديال 90 حتى 100 يوم قانونيا. بعض المرات كتطلع تتعطل على ود ان على حسب الكومونه، على حسب المنطقه، واش المنطقه فيها بزاف ديال الناس طالبين، واش المنطقه فيها غير شويه ديال الناس. وبعض المرات تيكونوا حتى شي مشاكل اللي تكون عندك مثلا شي وثيقه قديمه تيعاودوا يعيطوا لك تيقول لك شوف هاد الوثيقه هذه راه ما مزياناش خاصك تجيب لنا شي وثيقه اخرى. ولكن كما قلت لكم بحكم التجربه ديالي الشخصيه فكنظن كل شيء ساهل. حاجه وحده هي اللي كتكون عرقله شويه، اللي كتكون شويه صعيبه، اللي كتاخذ لك بزاف ديال الوقت، اللي هي السكن. وحتى هذه ان شاء الله غادي ندير عليها فيديو وغادي نهضر على مزيان كيفاش انك تلقى السكن. وكما قلت لكم قبيله فالسكن وسطرت عليها مزيان، قلت لكم بلي ان يكون عندك السكن اللي تيوافق الشروط اللازمه. هذيك الشروط اللازمه كتعني ان خصو عندك واحد الشخص للدار باش يدير لك واحد الحاجه اللي سميتها ايدونيتا لوجاتيفا. ليدونيتا لوجاتيفا اللي هي واحد الدوكومينتو اللي كتقول بلي ان السكن ديال قابل وفيه جميع الشروط اللازمه باش انه يقدر انه يجيب شي واحد لديك الدار. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، تنتمنى يكون عجبكم بزاف. اي واحد بغى نولا اوستا وبغى يجيب شي واحد من العائله ديالو كنتمنى ليه الحظ السعيد والموفق ان شاء الله. خاص غير شويه ديال الصبر. هنا الاجراءات في ايطاليا خاصه شويه ديال الوقت، علاش؟ حيت كيديروا معاك البحث يبغيو يعرفوا بلي انك انت فريمون قادر انك تجيب داك الشخص من افراد العائله ديالك. وخليو لي كومونتير ديالكم، خليو لي جيم، خليو لي المتابعه ديالكم، فانا محتاجهم حيت فريمون المتابعات ديالكم تيشجعوني بزاف باش انني نكمل في هذا المحتوى. هذا المحتوى اللي هو مفيد للناس اللي خاصه اللي كاينين في ايطاليا والناس اللي كاينين في المغرب بغاو يجيو. ديروا بارطاج اللي كتحسوا انكم هذا المحتوى يقدر يكون مفيد لشي واحد يمكن يفيدوا في هذه المعلومات هذو. وتنشكركم بزاف الا وصلتوا للدقيقه هذه وتنقول لكم باي باي.